هناخد النهاردة درس من دروس تعبير السردي، وهو كتابة رسالة. الصورة ظهرت عندنا. ازاي يا ولاد هنكتب رسالة او الاول ايه هو تعريف الرسالة اصلا؟ الرسالة هي شكل من اشكال النص السردي بنستخدمها للتواصل مع الاخرين. يبقى الرسالة شكل من اشكال النص السردي او الكتابة السردية. ايه لازمتها الرسالة دي؟ بنستخدمها عشان التواصل مع الاخرين. يبقى يا ولاد ده تعريف الرسالة. قولي لي يا رقية تعريف الرسالة ايه؟ تعريف الرسالة يا ميس هي شكل من اشكال هي شكل من أشكال النص السردي نستخدمها للتواصل مع الآخرين ولها أغراض لا بس انا متعددة. عايزه التعريف بس مش عاوزه الاغراض. شكرا يا رقية. قولي لي يا فريدة تعريف الرسالة. مش فريدة معاكي على نفس التليفون يا رقية؟ يا ميس التليفون بس طب كان طيب قولي يا فريدة. هي شكل من الأشكال النص السردي نستخدمه للتواصل مع الآخرين. تمام. قولي يا نورين. هي شكل من أشكال نص السردي نستخدمه للتواصل مع الآخرين. تمام. يبقى يا ولاد الرسالة هي شكل من أشكال النص السردي بنستخدمها للتواصل مع الآخرين. الرسالة دي بقى ليها أغراض متعددة. إيه الغرض اللي أنا علشانه بكتب الرسالة؟ بكتب الرسالة علشان أطلب شيء محدد، علشان أتمنى شفاء مريض. يعني لما يكون في حد أعرفه تعبان ببعت له رسالة بقول له أتمنى لك الشفاء العاجل. التعبير عن الشكر والتقدير، دعوة لحضور حفل، الاعتذار عن تصرف خطأ، التهنئة بمناسبة سعيدة. يبقى هي دي أغراض الرسالة: طلب شيء محدد، تمنيات بشفاء مريض، أو التعبير عن الشكر والتقدير، أو دعوة لحضور حفل، أو الاعتذار عن تصرف خطأ، أو التهنئة بمناسبة سعيدة. قولي لي يا كندا إيه هي أغراض الرسالة؟ طلب شيء محدد، تمنيات بشفاء مريض، التعبير عن الشكر والتقدير، دعوة لحضور حفل، الاعتذار عن تصرف خطأ، التهنئة بمناسبة سعيدة. تمام. يبقى يا ولاد ده تعريف الرسالة ودي أغراض الرسالة. قبل ما نشوف إيه هي مكونات الرسالة، الرسالة ليها نوعين: رسالة شخصية ورسالة رسمية. يعني إيه الكلام ده يا ميس؟ يعني أنا عايزة أبعت رسالة للمدير بتاعي في الشغل أقول له إن أنا عاوزة أخد أجازة. هتبقى الرسالة دي شخصية ولا رسالة رسمية؟ رسمية. رسمية. طيب عاوزة أبعت رسالة للمدرس بتاعي أقول له إن أنا كنت غايبة علشان كنت تعبانة وإن أنا عاوزاه يعيد لي امتحانات أعمال السنة. تبقى رسالة شخصية ولا رسمية؟ رسمية. 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 طيب نقول لكم الفرق وبعدين نشوف الأنواع. الرسالة الشخصية دي بتكون بين العائلة والأصدقاء. يعني عاوزة أبعت رسالة لأمي بعتذر لها فيها عن تصرف غلط أنا عملته وبوعدها إن أنا مش هعمل التصرف ده تاني. تبقى رسالة شخصية ولا رسالة رسمية؟ شخصية. عشان الرسالة الشخصية بتبقى بين العائلة والأصدقاء. أما الرسالة الرسمية بتكون من شخص إلى أحد العاملين بإدارة أو مؤسسة. زي ما قلت إن أنا بكتب طلب استقالة مثلا من الشغل بتاعي، بكتب طلب أجازة للمدير بتاعي، بكتب رسالة للمدرس بتاعي بقول له فيها إن أنا كنت تعبان وبطلب منه إن هو يعيد لي اختبار أعمال السنة. دي رسائل رسمية. الرسالة الشخصية بيذكر فيها موضوعات شخصية. أما الرسالة الرسمية بيذكر فيها طلب محدد، زي طلب أجازة، طلب استقالة، طلب إعادة امتحان. الرسالة الشخصية بتسمح بالتعبير عن المشاعر واستخدام التعبيرات المجازية، زي لك مني كل حب وامتنان في التحية، زي أود أن أعبر لك عن فرحي، ذكر فيها مشاعر، زي تقبل مني أحر الأشواق، تسمح بالتعبير عن المشاعر واستخدام التعبيرات المجازية. أما الرسالة الرسمية بتكون مختصرة ومحددة وما فيهاش تعبير عن المشاعر، زي في التحية: تحية طيبة وبعد. في المقدمة: أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب.
وزي في الخاتمة تفضلوا بقبول فائق الاحترام، مختصرة ومحددة وما فيهاش تعبير عن المشاعر. نقول تاني يا ولاد الفرق ما بين الرسالة الشخصية والرسالة الرسمية. الرسالة الشخصية موجهة للأصدقاء والأقارب، يذكر فيها موضوعات شخصية تسمح بالتعبير عن المشاعر أو استخدام التعبيرات المجازية، زي في التحية اللي موجودة في الرسالة الشخصية: لك مني كل حب وامتنان. في المقدمة: أود أن أعبر لك عن فرحي. في الخاتمة: تقبل مني أحر الأشواق. عبرت عن المشاعر واستخدام التعبيرات المجازية وبين العائلة أو الأصدقاء والأقارب. أما الرسالة الرسمية بتكون من شخص إلى أحد العاملين في المؤسسة أو في الإدارة، يذكر فيها طلب محدد وتكون مختصرة ومحددة، زي في التحية: تحية طيبة وبعد. في المقدمة: أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب. في المقدمة: تفضلوا بقبول فائق الاحترام. دي أنواع الرسائل، يا إما رسالة شخصية يا إما رسالة رسمية، وعرفنا الفرق ما بينهم. مكونات الرسالة بقى سواء رسالة شخصية أو رسالة رسمية 6 حاجات، إحنا هنخليهم 7 علشان هنعتبر المقدمة دي حاجة والغرض حاجة تانية. التاريخ، المرسل إليه، التحية، المضمون اللي هو المقدمة والغرض، الخاتمة، المرسل. يبقى مكونات الرسالة يا ولاد: التاريخ اللي هو أنا ببعت الرسالة دي في تاريخ إيه، إن مثلا هقول يوم الأربع 3 نوفمبر 2020، ده التاريخ. المرسل إليه بكتب اسم الشخص اللي أنا هبعت له الرسالة. التحية بكتب تحية طيبة وبعد لو كانت دي رسالة رسمية، أو لو كانت رسالة شخصية نشوف هنا في التحية كاتب لك مني كل حب وامتنان. المضمون ده عبارة عن مقدمة، والغرض من الرسالة أنا بعت له الرسالة دي عشان أطلب منه إيه. وبعد كده جملة الخاتمة اللي هو وتقبلوا بقبول فائق الشكر مثلا. وبعدين المرسل اسم الشخص اللي بعت الرسالة، اسم الشخص اللي كتب الرسالة. يبقى قول لي يا عمر أحمد إيه هي مكونات الرسالة؟ التاريخ والمرسل إليه والتحية والمضمون اللي هو المقدمة والغرض والخاتمة والمرسل. برافو. قول يا عمر محمد مكونات الرسالة. التاريخ، المرسل إليه، التحية، المضمون اللي هو المقدمة، الغرض. الغرض، الخاتمة، المرسل. تمام يا ولاد، يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الرسالة، ايه هي مكونات الرسالة، وكمان ايه هي انواع الرسالة، شخصية او رسمية. نحل الامثلة اللي في الصفحة الثانية علشان نقدر نفرق ما بينهم اكتر. ظهرت الصورة ولا لسه؟ يا ميس. تمام. صل كل تحية بنوع الرسالة المناسبة لها. أحمد اتفضل اقرأ لي أول واحدة. تحية طيبة وبعد رسالة رسمية. رسالة رسمية وصلها. إياد اللي بعدها. سلاما يا صديقي. مم. رسالة شخصية. برافو. رقية اللي بعدها. ابعث إليك بأحر الأشواق. بأحر الأشواق. رسالة شخصية. تمام. اللي بعدها يا فريدة. سلام لك أمي الغالية. رسالة رسمية. هو باعت رسالة لأمه تبقى رسالة رسمية. هي الرسالة أنهي رسالة بنبعتها للأصدقاء والأقارب؟ رسالة شخصية. رسالة شخصية. تمام. اللي بعدها يا نورين. حاضر يا ميس. الأستاذة العزيزة تحياتي. رسالة رسمية. تمام. كندا. أيوة يا مس.
تحية مفعمة بالحب تحية مفعمة بالحب والشوق. رسالة شخصية. أيوة صح، رسالة شخصية عشان فيها تعبير عن المشاعر. نشوف اللي بعد كده. صنف مضمون الرسالة الآتية حسب نوعها، شخصية أو رسمية. قول يا عمر. أحمد أول واحدة. أتقدم إليكم بهذا المقترح لتشجير الحي. رسمية. برافو. عمر محمد. أعتذر عن أعتذر عن سوء تصرفي بالبيت. وأعاد بعض وأعد بعدم تكرار ذلك. رسمية. طيب قول لي يا عمر، هو بيقول أعتذر عن تصرفي في البيت، يبقى بعت الرسالة دي لمين؟ لحد في مؤسسة أو إدارة ولا للأصدقاء والأقارب؟ شخصية. أكيد اللي عايشين معاه في البيت دول أهله، فتبقى شخصية. صح كده؟ أحمد. أبشرك أنني نجحت في الاختبارات وفي انتظارك لنحتفل. شخصية. تمام. إياد. أشكرك على مساعدتي في إنجاز مشروع العلوم. برافو. شخصية. شخصية. ميس ده ممكن المثل الشخص اللي بساعده في نشر العلوم ده المدرس بتاعه. ممكن يكون زميله. صح؟ بس ممكن أقول لا قولي يا كندا آخر واحدة رقم 5. أرجو قبول استقالتي لأسباب صحية. دي رسمية. استني أنا اتلخبطت. دي شخصية واللي تحت رسمية. كده يا ولاد قدرنا نفرق ما بين الرسالة الشخصية والرسالة الرسمية. يا ميس. تمام. نشوف اللي عليه الدور. نشاط ج. صل كل خاتمة بنوع الرسالة المناسبة لها. قول يا عمر محمد. أرجو قبول اعتذاري فأنا لا أتحمل حزنك يا أمي. رسالة شخصية. تمام وصلها. نورين. أسأل الله أن يحفظك ويملأ أيامك بالفرح. رسالة شخصية. برافو. فريدة. تفضلوا الاحترام. تفضلوا بقبول فائق الاحترام. رسالة إيه؟ رسمية. رسمية. برافو. رقية. مع جزيل الشكر والتقدير لسيادتكم. رسمية. رسمية. برافو وصليها. تمام.
طيب نشوف يا ولاد بقى الصفحة اللي بعد كده. هي الصفحة دي ظهرت يا ولاد؟ ظهرت صفحة واحدة ولا صفحات كتير؟ ظهرت صفحات كتير. صفحات كتير. صفحات كتير. طيب خلاص اوكي حاضر. انا دلوقتي هخليها صفحة واحدة، الصفحة اللي عليها الدور. نقلب الصفحة يا ولاد. جايب لنا رسالة شخصية. هنعرف نوعها ايه مع بعض، يا ترى شخصية ولا رسمية؟ الرسالة بتقول: يناير 10 يناير 2020 ميلادية. صديقي يوسف، أتمنى أن تكون بأفضل حال. ميس خرج مش عايز يدخلها، لا تخش من على جهاز تاني. خلاص دخلتها. أتمنى أن تكون بأفضل حال. بداية، لا يمكنني أن أخبرك بمدى حماستي وفرحي لرجوعك من السفر، ولقد أعددت لك يوما مميزا نقضيه معا بين الحقول والخضرة في مزرعة جدي. سأخطط لليوم وأجهز كل الألعاب، وتذكر أن تحضر معك ملابس ثقيلة فالجو بارد في المساء. سلام يا صديقي، صديقك هيثم. قلنا يا ولاد عناصر الرسالة ايه؟ مكتوبة في الجنب اهي: التاريخ، المرسل إليه، التحية، مضمون الرسالة اللي هي المقدمة والغرض، وبعدين الخاتمة والمرسل إليه. تعالوا ما نشوف نحدد العناصر دي على الرسالة. أنا كاتباها بالقلم. التاريخ موجود أهو أول حاجة 10 يناير 2020 ميلادية. نعم. بقول لحضرتك ان نورين دخلت نورين خلاص. عندنا أول حاجة التاريخ 10 يناير 2020. المرسل إليه اللي هو الشخص اللي أنا هبعت له الرسالة صديقي يوسف. التحية أهي: أتمنى أن تكون بأفضل حال. مضمون الرسالة اللي هو المقدمة والغرض. المقدمة: بداية، لا يمكنني أن أخبرك بمدى حماستي وفرحي لرجوعك من السفر. الغرض بقى من الرسالة إن هو أعدد لي يوم مميز عشان يقضوا مع بعض. ولقد أعددت لك يوما مميزا نقضيه معا بين الحقول والخضرة في مزرعة جدي. سأخطط لليوم وأجهز كل الألعاب، وتذكر أن تحضر معك ملابس ثقيلة فالجو بارد في المساء. ده الغرض. وبعدين في الآخر كتب الخاتمة: سلام يا صديقي. المرسل الشخص بقى اللي كتب الرسالة صديقك هيثم. ناخد بالنا من حاجة يا ولاد، احنا قبل كده كان النص السردي أو الكتابة السردية اللي احنا كنا بناخدها قبل كده كنا بنكتب العناصر كلها ورا بعضها. هنا في الرسالة في ترتيب في العناصر شوية. أول سطرين فوق بنكتب التاريخ والمرسل إليه، وبعدين السطر اللي في النص شوية ده بنكتب التحية: أتمنى أن تكون بأفضل حال. في النص بقى بنكتب المقدمة والغرض ورا بعض، وبعدين آخر سطرين تحت على الشمال بنكتب الخاتمة والمرسل الشخص اللي كتب الرسالة. تعالوا ما نشوف بقى الرسالة دي ونحدد العناصر بتاعتها ونكتبها. أحمد أشرف اتفضل اقرأ لي الرسالة الموجودة دي. استنى ثواني يا أحمد. قول لي يا عمر أحمد، الرسالة اللي احنا قرأناها اللي فوق دي شخصية ولا رسمية؟ شخصية. برافو، عشان بعتها لصديقه وفيها تعبير عن المشاعر. أحمد أشرف اقرأ لي الرسالة 25 يناير 2023. يناير 2023. طلبوا إعادة الأستاذ ثواني يا أحمد. محمد. رقية، آخر مرة تقطعي وتتكلمي في وسط السيشن يا رقية. فريدة يا ميس. آخر مرة يا فريدة ليكوا كلكم، آخر مرة حد يتكلم في وسط السيشن. اللي عاوز حاجة يعمل ريز هاند وبعد ما نخلص أنا هسأله. ما ينفعش كل شوية المقاطعة دي. اتفضل يا أحمد. تحية طيبة وبعد بخصوص الموضوع أعلاه أحيطكم علما بأنني لم أحضر اختبار أعمال السنة الذي
عقد يوم الأربعاء 25 يناير 2023 بسبب مرض شديد. أرجو من سيادتكم التكرم إعادة الاختبار. تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. الطالب علي حسام. تمام، برافو يا أحمد. طيب إياد، قول لي يا إياد لو سمحت، فين هو التاريخ؟ أنا هكتب هنا في التاريخ إيه؟ التاريخ هنكتب 25 يناير وإيه؟ 2023. 2023. يبقى 25 يناير 2023 هنكتبها هنا مكان التاريخ. المرسل إليه، شكرا يا إياد. المرسل إليه يا عمر محمد. مس المرسل إليه. شكرا يا إياد. المرسل إليه يا عمر. طب أنا عايزة أقول حاجة. اتفضل يا إياد، عاوز تقول إيه؟ هو اللي فوق يعني هو بيقول لصديقي يوسف هي شخصية ليه؟ علشان بعتها للأصدقاء والأقارب. الرسالة اللي بنبعتها للأصدقاء والأقارب بتبقى رسالة شخصية. اتفضل يا عمر. المرسل إليه هكتب إيه يا عمر؟ الأستاذ محمد. برافو. التحية عمر أحمد. تحية طيبة وبعد. برافو. تحية طيبة وبعد. كتب نقطتين فوق بعض لأن أنا وأنا بعد دي هبدأ بقى. أنا بقول تحية طيبة وبعد، وبعدين هدخل في الموضوع بتاع الرسالة. نحط بعد وبعد نقطتين فوق بعض. كده المقدمة. أي المقدمة هتبقى بخصوص الموضوع. أعلاه وأحيطكم علما بأنني لم أحضر اختبار أعمال السنة الذي عقد يوم الأربعاء 25 يناير 2023 بسبب مرضي الشديد بس. تمام، يبقى بخصوص الموضوع أعلاه. إيه هو الموضوع أعلاه؟ اللي هو طلب إعادة الاختبار. الموضوع أصلا اللي هو موضوع الرسالة اللي هو كاتبها طلب إعادة الاختبار. يبقى بخصوص الموضوع أعلاه اللي هو طلب إعادة الاختبار. بخصوص الموضوع أعلاه نفتح قوس طلب إعادة الاختبار. نقفل القوس. هي دي المقدمة. بدأ يكلمه على بخصوص الموضوع اللي هو كاتبه فوق في الطلب، طلب إعادة الاختبار. الغرض بقى أحيطكم علما أنني لم أحضر. ده الغرض من الرسالة. هو عاوز يقول له إن هو كان تعبان وما حضرش. أحيطكم علما، مليني يا كندا، بأنني لم أحضر اختبار أعمال السنة فاصلة منقوطة بسبب مرضي الشديد. مش هنقول بقى يوم الأربعاء 25 يناير لأن أنا كاتبة ده في التاريخ فوق. لو قلناها برضو مفيش مشكلة، بس عشان المكان. فاصلة. أرجو من سيادتكم التكرم بإعادة الاختبار.
طيب الخاتمة يا نورين هتبقى ايه؟ الخاتمة هتبقى أرجو أن من خلاص احنا سعادتك خلصنا المقدمة والغرض، عاوزين الخاتمة بقى. تفضلوا بقبول فائق التقدير واحترام. التقدير والاحترام. المرسل مين يا فريدة؟ الشخص اللي كتب الرسالة. حسين. الطالب علي حسين. يبقى هي دي يا ولاد تحليل عناصر الرسالة زي ما احنا أخدنا، سهلة جدا. نعرف بس ايه هي عناصر الرسالة وبعدين كل حاجة هتبقى سهلة. زي ما أنا قلت لكم، التاريخ، المرسل إليه الشخص اللي أنا هبعت له الرسالة، التحية، المقدمة، الغرض، الخاتمة، وبعدين المرسل الشخص اللي كتب الرسالة. الرسالة دي يا رقية شخصية ولا رسمية؟ برافو يا كنت. رقية مش معانا يا ولاد؟ ميس. الرسالة دي نعم يا شخصية ولا ميس. رسمية؟ شخصية. شخصية علشان هو باعتها للمدرس بتاعه. طيب تمام. أيوة حاجة من دماغك. نشوف اللي بعد كده. ظهرت الصفحة؟ لسه ميس ظهرت. دلوقتي ظهرت. تمام. جايب لنا يا ولاد رسالة، والمفروض ان احنا نقرأ العناصر بتاعة الرسالة، ومن خلال العناصر هنكتب الرسالة لوحدنا. عناصر الرسالة: التاريخ 5 ديسمبر 2022، المرسل إليه صديقي حمزة، التحية لك مني كل حب وامتنان، المقدمة: حزنت جدا عندما غادرت المدرسة أمس بسبب مرضك المفاجئ، الغرض: أردت زيارتك ولكن أخبرتنا المعلمة أنك تحتاج للراحة، سآتي إليك في نهاية الأسبوع وقد جمعت لك ما فاتك من واجبات، الخاتمة: أراك على خير يا صديقي، المرسل صديقك آسر. أحمد، الرسالة دي شخصية ولا رسمية؟ شخصية علشان بعتها لصديقه. شايفين يا ولاد زي ما أنا قلت لكم في سطرين فوق اهمت في الجنب هنكتب فيهم التاريخ والمرسل إليه، والشخص اللي في النص ده هنكتب فيه التحية، وبعدين في النص هنكتب المقدمة والغرض ورا بعض، وفي الآخر الخاتمة والمرسل إليه والمرسل الشخص المرسل، عشان لما نيجي نكتب الرسالة ناخد بالنا من التقسيمة دي. أول حاجة في التاريخ فوق هكتب إيه يا رقية؟ نعم يا ميس. أول حاجة في التاريخ فوق هكتب إيه؟ 5 ديسمبر 2022 ميلادي. هنكتب هنا في التاريخ 5 ديسمبر 2022 ميلادي. طب أنا عندي مشكلة في كتابة الأرقام. هنكتب يا ولاد هنا التاريخ، هعمل لكم عنده سهل. تاريخ هناخده ونكتبه هنا في أول سطر. المرسل إليه يا فريدة؟ المرسل إليه صديقي حمزة. برافو. نورين، التحية؟ التحية لك مني كل حب وامتنان. برافو. يبقى احنا يا ولاد كده خلصنا اللي في السطور فوق: التاريخ، المرسل إليه، التحية. نبدأ بقى نكتب المقدمة والغرض. المقدمة يا كندا؟
حزنت جدا عندما غادرت المدرسة أمس. حزنت جدا عندما غادرت المدرسة أمس. فصل منقوطة بسبب مرضك المفاجئ. المفاجئ. شكرا يا نقطة. كندا. الغرض يا عمر أحمد. أردت زيارتك ولكن أخبرتنا المعلمة أنك تحتاج للراحة. سآتي إليك في نهاية الأسبوع وقد جمعت لك ما فاتك من واجبات. أردت زيارتك ولكن أخبرتنا المعلمة أنك تحتاج للراحة. عند ولكن دي فاصلة. تحتاج للراحة اطلع بره. معلش يا ولاد مش انتوا. ولكن أخبرتنا المعلمة أنك تحتاج للراحة. سآتي لزيارتك أو سآتي إليك. ما تمليني يا عمر، أنت سايبني ليه؟ سآتي إليك في نهاية الأسبوع فاصلة وقد جمعت لك ما فاتك من واجبات. تمام. يبقى احنا كده كتبنا المقدمة وكتبنا الغرض. في الآخر خالص هنكتب الخاتمة والمرسل. الخاتمة إيه يا عمر محمد؟ أراك على خير يا صديقي. شكرا. المرسل يا إياد؟ المرسل صديقي آسف. صديقك آسف. طيب شكرا يا إياد. يبقى احنا يا ولاد كده عندنا الرسالة. كتبنا الرسالة من خلال العناصر بتاعتها زي ما احنا قلنا. التاريخ والمرسل إليه بيبقوا في السطرين اللي فوق كده على اليمين. التحية سطر في النص، وبعدين المقدمة والغرض الاتنين ورا بعض هنا في الحتة اللي في النص، وبعدين الخاتمة والمرسل إليه في السطرين اللي تحت على الشمال شوية. ما لحقتش أكتب. اللي بعدها ما هي احنا ما كتبناش حاجة، احنا نقلنا من العناصر يا ايه. ماشي. اللي تحتها يا ولاد ما تكتبهاش. هسيبها. لا يعني تكتبها طبعا، تكتبها طبعا، وبعدين السيشن متسجله هبعتها لك. ما انا لحقت. نشاط زي اللي بعدها. اكتب رسالة لصديقك تعتذر له عن كسرك لعبته دون قصد. دي هنكتبها لوحدها. بس الرسالة دي يا ولاد شخصية ولا رسمية؟ شخصية. علشان هو باعتها لصديقه. شخصية. باعتها لصديقه. هيكتب في السطرين اللي فوق على الجنب. نبص في الكتاب لو معانا. في السطرين اللي فوق على اليمين هنكتب التاريخ والمرسل إليه. صديقك اللي انت كسرت لعبته، نختار أي اسم. وبعدين هنكتب التحية اللي في النص. التحية اللي في النص تحية بقى بتعبر عن المشاعر. مش هنكتب تحية طيبة وبعد. هنكتب مثلا ايه؟ لك مني كل حب وامتنان. حاجة بتعبر عن التعبير والمشاعر. وبعد ما هنكتب التحية هنكتب المقدمة والغرض. ان هو مثلا ممكن تقول له انا ما كانش قصدك، او ان انا اعتذر اليك عن كسر لعبتك مثلا دون قصد مني، او انا حزنت بسبب ذلك. الغرض بقى من الرسالة ان انت مثلا ممكن تقول له اود ان اشتري لك لعبة اخرى، او ان انت بتعزمه على يوم مثلا كاعتذار لي ان انت كسرت اللعبة بتاعته. وبعد كده هتكتب الخاتمة والمرسل، الشخص اللي كتب الرسالة تكتب اسمك في الآخر.
تمام؟ اعتقد سهله جدا مش كده؟ تمام، لو حد عنده اي سؤال فيها يبعت لي على الواتساب وانا هرد عليه. في ناس بقى كانت